جلس سانجوك حزين يفكر كيف خسر الصفقة، وكان الجميع يفكرون في الأمر، حتى قال لهم صاحب سانجوك: لقد رأيت الرجل الذي كان مع دولشور مساعد تاجر الحرير، وجدته في المتجر الذي بعنا له الورق بالخسارة. فغضب سامبو جدا وقال: لقد خدعنا، يجب أن نتأكد من هذا الأمر. وذهبوا إلى المتجر ووجدوا الرجل الذي قال عليه. ثم فجأة جاء مساعد جوم يونغ، ففهم سامبو الأمر: لقد تعرضنا للخيانة. وذهبوا وأخبروا سانجوك بالأمر. وجلس شيسو هو سعيد بما فعله بسانجوك، وقال: سوف تقام احتفالات هنا قريبا، يجب أن نشتري كمية كبيرة من السمك بالمال الذي كسبناه، وسوف نبيعه هنا ونكسب الضعف. فقالت له دايونغ: لا يمكنك عمل هذا، تجارة السمك في الميناء للتجار الصغار، لا تستطيع أن تأخذ رزقهم. فقال لها: لا يهمني هؤلاء، وهذه المنافسة والفوز للأقوى. فقالت له: هذه ليست أخلاق التجار أبدا. فقال لها: أنا المسؤول هنا وليس أنت. فقالت له: أنت لست أفضل من اللصوص، وتركته وذهبت. تجمع سانجوك ومن معه في انتظار دولشور، وعندما جاء قال له سامبو: لقد خنتنا، لقد تعاونت مع شيسو، أنت سبب خسارتنا. فقال سانجوك: اضربوه بشدة، يجب أن يعاقب. وتم ضربه بقسوة، وقال: سامحوني أرجوكم. حتى قال سانجوك: توقفوا عن ضربه. قال لهم دولشور: لم أكن أريد فعل هذا، لقد أغروني بالمال، ولدي طفل مريض، أنا آسف، سامحوني. وقال سامبو: يجب أن نعود ونحكي لسيدي شونج جو ما حدث. ولكن سانجوك رفض وقال: لن أعود مع هذه الخسارة أبدا، يجب أن نعوض خسارتنا. فقال سامبو: وكيف يحدث هذا؟ وذهبوا إلى الميناء، وهناك وجدوا شيسو ومن معه كانوا يتكلمون مع أحد التجار. وعند ذهابهم ذهبوا إلى التاجر وقالوا له: ماذا كانوا يريدون منك؟ فقال: يريدون شراء جميع أنواع السمك في الميناء. فقال سانجوك لسامبو: إذن هم يريدون الاستيلاء على تجارة السمك هنا خلال فترة الاحتفالات، ولكن لدي خطة. وقام شيسو بشراء جميع السمك بضعف الثمن من جميع التجار. وقال شيسو: علينا أن نجد سفينة لكي ننقل السمك. وذهبوا لاستئجار سفينة للذهاب إلى هانيانج، لكن التجار هناك قالوا لهم: لا يوجد صاحب سفينة يريد الذهاب إلى هناك، لأن السفن تغرق هناك نظرا لطبيعة الجبال. فصدم شيسو ومن معه، فقال له أحد التجار: لا يوجد حل لك سوى استئجار سفينة من هانيانج نفسها، وتأتي إلى هنا لحمل السمك. فقال شيسو لمساعده: اذهب بسرعة لهانيانج واستأجر سفينة، وتعال بسرعة قبل أن يفسد السمك. وكان يراقبهم سانجوك وسامبو. وقال له سامبو: ماذا سنفعل لو وجدوا قارب في هانيانج؟ فقال سانجوك: لا تخاف، لقد ذهبت هناك قبلهم وقمت باستئجار جميع السفن هناك لمدة أسبوع. فضحك سامبو وقال له: أنت ذكي فعلا. وذهب مساعد شيسو، وبالفعل لم يجد أي قارب هناك. ورجع مساعد شيسو وقال: سيدي، لم أجد أي سفينة أو قارب هناك، نحن في ورطة كبيرة. فصدم شيسو جدا وغضب جدا. ماذا سيفعل؟ سوف يتعفن السمك. وحاول مرة أخرى مع أصحاب القوارب، فقالوا له: مستحيل. وذهب سانجوك إلى صيادين الفقراء وقال لهم: إذا استطعتم شراء السمك منه سوف أخذه منكم بسعر مضاعف.
فقالوا له: وكيف ستنقله؟ فقال: قد استأجرت جميع قوارب هانيانج وهي موجودة هنا بالفعل. قال مساعد شيسو: ماذا سنفعل؟ وكل هذه الكمية من السمك. فقال شيسو: ليس لدي حل، سوف نبيع السمك بسعر رخيص. وجاء دايونج وقالت له: كان هذا خطأ من البداية، كل هذا كان غباء منك. فرد عليها شيسو: لم يكن غباء، أنا لم يحالفني الحظ هذه المرة. وباع السمك للصيادين، اشتراه منهم سانجوك وحملوه على القوارب لكي يبيعوا بسعر مضاعف للمدن المجاورة. وعرف شيسو بهذا الأمر، وصدم عندما عرف أن سانجوك اشترى السمك كله، ونظر إليه سانجوك نظرة تشفي وانتقام منه. في نفس الوقت لم يتبقى على سداد دين جونج جو سوى يومين فقط، وحاول التجار جمع ما لديهم من مال، لكن المبلغ كان كبيرا جدا. وذهب إلى جونج جو وأخبروه بالأمر، فحزن جونج جو وذهب ليرى المحلات والتجار، وذهب إلى الميناء. وجاء وراءه مساعده وتاجر الحرير، وقالوا له: لقد كنا نبحث عنك سيدي، لقد خفنا عليك. فقال لهم: لدي ذكريات في هذا المكان، لقد كنت تاجر صغير وتاجر في السمك حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن، لكن الآن يجب علي تسليم حقوق إدارة الميناء إلى جوم يونغ، ليس لدي خيار آخر. فذهب إليه. وفي نفس الوقت رجع سامبو وسانجوك، وقال لهم تاجر الحرير: لقد تعرضنا لأزمة كبيرة، سوف نخسر كل ما نملك، سوف نفقد حقوقنا في إدارة الميناء لأننا لم نستطيع تسديد ما علينا من دين لجوم يونغ، وسيدي ذهب إليه لكي يقوم بذلك. وذهب جونج جو إلى جوم يونغ وقال له: في الواقع لقد قررت. وفجأة جاء بسرعة سانجوك وسامبو وقال: دعوها هنا. كانت عبارة عن صناديق تحمل المال لكي يسدد جونج جو دينه. وصدم جوم يونغ من هذا، وفرح جونج جو في داخله. وأخذ وثيقة الدين وقام بقطعها وقال: انتهى الأمر. وأثناء خروجهم وصل شيسو ونظر إلى سانجوك بغضب شديد. وهكذا استطاع سانجوك النجاح في المهمة والانتقام من شيسو. انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.